خسارة من الأفريقي 69-68. هتقول لي الأهلي اتخطف في آخر كورة، مالك ياسر السبب، هتشيله الماتش؟ لا 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 خالص، يبقى أنت ما اتفرجتش. خسارة مستحقة، خسارة عن جدارة، خسارة كنا محتاجينها عشان نفوق. مساء الخير، عاملين ايه؟ معلش الفيديو ده مش هيبقى فيه ارقام اوي اللاعبين، بس هيبقى يعني لانها هتبقى من خلال المتابعه اكتر، لسه ما بصيتش على الاحصائيات، هنصور على طول بعد الماتش، مش هيبقى انفعالي، بس برضه هيبقى فيه بعض التحفظات، هيبقى تركيز اكتر على اداء المدرب والمحترفين تحديدا، ونمشي في سياق الماتش. ايه اللي حصل في الماتش؟ احنا نقدر نقول ان الاهلي لعب كوارتر 1 وكوارتر 4، الاهلي كوارتر 2 وكوارتر 3 ما جاش، فدي مشكله كبيره قوي. كوارتر 1 الاهلي عمل فيها اداء كويس بسبب ايهاب امين، انت بدات كوارتر جايب 12 بوينت، منهم 10 لايهاب امين، نهايه الكوارتر متقدم 19 18. 16 بتتكلم ان الفريق كله ساعتها كان جايب 9 وايهاب جايب 10 بوينت. بدات بتشكيله باتنين مصريين وثلاثه محترفين، فين او ثلاثه محترفين، اتنين كمان محترفين. انت بدات بسيف سمير اللي اتصاب، ونزلت بعدها أوسيفو المركز 4، وبيج أو عمر الطارق، وبدل كان بيبدل معاه بيبو، نتيجة إن عمر طارق كعادته الشهيرة في البال بيقع في فاولز كتير، ولبس 2 فاولز أو والكوارتر ومشكلة الفاولز احنا محتاجين نتكلم عليها بعد كده. بتكمل ب زاك لوفتن وكيفن ميرفي، وبتبدل معاهم بجاك جوردن. تمام، الدنيا مشيت كده، الدنيا تمام، الدنيا هربت منها شويه في الكوارتر الاول لغايه ما نزل جوردن وعمل اداء كويس، وهو كبوينت جارد قدم احسن الصراحه من لوفتن كتير قوي، لغايه ما لوفتن فاق معانا في بدايه من الكوارتر الرابع. طيب بدايه من الكوارتر الثاني انت اتكلت، بدايه من لما عمر عباده شد اتكلت، اتقال وقلنا، ويعني ألف ب ده فريق بيعتمد على الثلاثيات، عنده عمر عبادة وعنده أسامة الحملاوي أسامة الحملاوي تقريبا، اتنين مكان ثلاثيات ماشي، وأنت لاعب زون، أنت تركبت أي حاجة، أنت راكن جوه وهو شغال عليك هوبا 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 هوبا. مش معقولة، احنا ما فيش بابا جنيه مدرب وتاكتكس. بيقول زهران ما شمش الملعب النهارده ونزلته متأخر قوي ونازل اوت اوف فورما، ولكنه كان عارف ان هو ملوش مكان في الملعب. فضلنا على هذه الهزليه لغايه اخر الكوارتر الثالث لدرجه ان الفارق كان وصل ل 13 و15. مع بدايه الكوارتر الرابع انت استفدت من 3 حاجات، عشان ما بخس برضه لانوس حقه، لانه من المرات القليله انه يعمل حاجه كويسه. انت سحبت الاثنين سناتر بتوعنا، لان احنا عندنا كارثه، بس لسه هنتكلم، خلي بقى بارت احنا محتاجين نعدل ايه لاخر الفيديو خالص. بس احنا عندنا كارثه في السنترز، بيبو بعيد خالص عن مستواه، والميزه بتاعته ان هو شوتر كويس جنب ان هو سنتر ضايع خالص ولسه ما جاش. بلس على كده عمر طارق كعادته كميه فاول ترابل كارثيه كارثيه. فانت في اخر الكوارتر الثالث سحبت الاثنين وابتديت تلعب بمالك ياسر سنتر، وعمل على فكره اداء حلو جدا، عشان كده بقول انا مش هحمل مالك ياسر الماتش، فهنصبر لغايه ما نوصل للنقطه دي. والنقطه الثانيه ان انت لعبت بمالك ياسر سنتر لوحده، وفي اخر الكوارتر الثالث، وبعدين مع بدايه الكوارتر الرابع انت لعبت بأوسافي، شلته من مركز 4 ولعبت بيه هو سنتر، وجبت كيفن ميرفي لعبت هو مركز 4، واخيرا لقى مكان ليه في الملعب. وكان المصري الوحيد اللي بيلعب ايهاب امين، انت رميت ال4 محترفين بتوعك وايهاب امين، كنت بتلعب بميرفي مركز 4، لوفتن شوتر لعبت بمركز 3 سمول فورورد جوردن، ولعبت امين بوينت جارد. حاجه كانت عسل جدا. هنا ابتديت تاخد اداء، وهنا دي كانت التدخل الوحيد العدل اللي عمله لانوس في الماتش. ايه النقطه الثانيه اللي ساعدتك؟
ان الفريق ده كان لاعب لسه ماتش قبليه بيوم، انت لسه ده اول ماتش، فطبعا الاجهاد البدني بان فاللعيبه وقعت. النقطه الثالثه ان المدرب اضطر ان هو يطلع عمر عباده، فانت خدت المساحه لغايه اخر دقيقتين لما نزل عمر عباده تاني. كنت ممكن تفوز، وصلت الفرق 7 و8 بونت، وكان سهل جدا. كانت محتاجه تعامل ذكي. الكره الاخيره اللي رايح بيها عمر عباده موت لغايه 15 ثانيه بحيث ان الماتش، ان الشوطه الاخيره تبقى معانا، واعمل فاول وخليه يخش يشوط بشوطين. ما عملتش كده، جاب 3 بوينت. غلطه ساذجه جدا من مالك ياسر، على الرغم ان مالك ياسر عمل ماتش كويس وخلاص. والبيست ان سبورتس مان لايك فاول بتو شوتس وحيازه، وما عرفتش تدافع عليهم تاني، وعملت تغيير عمر طارق ان هو ينزل، وما فهمتش ليه انت عامل سنتر ينزل على الرغم ان انت عارف ان هيشاط عليك ثلاثيه. فكان الافضل ان ينزل بيبو زهران، واخيرا تلعب عليك ثلاثيه تانيه وتهز، وبقى الفرق بوينت. ردة فعل عمرو الجندي كارثيه. الراجل مقتنع ان هو مش عارف، ان احنا مش عارف نرجع ليه. فاضل 5 ثواني ومعاك وخدت تايم اوت، ورحت ولعبت من نص الملعب الثاني، وهتخش في شوطه واحده. اضعف الايمان مان هتجبره يعمل عليك، هتعمل بنتريشن، وفي البنتريشن ده يا يعمل عليك فاول، يا تحطها سهله وتسيبها لزاك لوفتن، او هتسيبها لجوردن. ما اديتهاش غير لكيفن ميرفي، وحتى كيفن ميرفي هو داخل ماشي يا سيدي. كيفن ميرفي عشان قلت لو اتعمل عليه فاول، هو على الفري ثرو كويس قوي، ما دخلش عشان ياخد الفاول، يعني ما دخلش يعمل لياب، ما دخلش يعمل دنك، لا ده دخل شوت فلوتر. ليه فلوتر دلوقتي؟ مش منطقيه. طيب الماتش خلص، احنا كده كده هنتاهل. عيب الماتش ده ان حطينا في الطريق زي الخرا على دماغنا في اما نروح نلعب في كيجالي، اما تجتمع المجموعتين مع بعض. بس تمام، انت عارف المشاكل اللي عندك ايه. انت عندك لسه محترف ممكن تضيفه، لازم تضيف سنتر قولا واحد. ما حدش يقول لي معيش فلوس، انا جبت 2 محترفين تقال جدا في الطايره في ثانيه، انا لازم اجيب سنتر. ده رقم واحد. رقم 2، انا محتاج اغير محترف او 2. لو ينفع اغير محترفين غير 2. انا مش قادر اتذكر، انا متاكد ان كده كده ينفع نغير واحد. هل ينفع نغير كمان واحد ولا لا؟ دي ما عنديش تاكيد عليها. لو ينفع اغير واحد بس، هتضطر تغير اسافو مركز 4 وتجيب شوتر، لان هو مش احسن حاجه. وعندك ملك ياسر وسيف سمير لو هيقدر يرجع، وممكن نرجع ندخل كمان عمرو الجندي يلعب 4، وممكن ارجع وملك ياسر يلعب 4. ويا جماعه عادي سيبوا ملك ياسر يغلط وهيتعلم، وملك ياسر هو مشروع انس اسامه جديد. وانا بقولها دلوقتي في ظل كل الهجوم والشتيمه على ملك ياسر، عشان خاطر ما حدش يقولها، وعشان بس لما يبقى كده كمان شويه ابقوا افتكروا ان انا قلتها. ملك ياسر هو مشروع انس اسامه جديد مرتاح وهيبقى، فمش هنخسره دلوقتي. اخيرا خلينا بس نكمل تاني. فانت هتغير اسافي مركز 4 وتجيب بالاضافه انك هتجيب سنتر وهتجيب لاعب شوتر، لان الاهلي ما فيهوش حد بيلعب 3 بوينتس بخلاف ايهاب امين. كيفن ميرفي منتهي. لو ينفع تغير 2 غير يا باشا، معاك كيفن ميرفي. غير كيفن ميرفي، هتقول لي جايب 17 بوينت النهارده وكان قريب من الدبل دبل او جاب الدبل دبل، نصهم فري ثرو، وما فاقش غير لما الفريق وقع بدنيا. واحنا كنا بنلاعب فريق بيلعب تقريبا بمحليين، والمحترفين بتوعه على الله اكتر من بتوعنا، ومقعدهم المدرب جنبه على الدكه. انا لو بلاعب فريق رواندي او انجولي او بلاعب فريق ليبي بالمحترفين اللي عندهم، انا كنت اتعبيت. اللي كان عايز يخترق يخترق، اللي كان عايز يشوط يشوط. فهو انت عندك ده هتجيب سنتر، وبعدين هتشوف لو هغير محترف واحد هغير لعيب مركز 4 واجيب شوتر على 3 بوينت تكون نسبته فوق ال 60%، عشان يبقى معايا حد بيشوط معايا هبقى من 3 بوينتس. وهودي كيفن ميرفي يلعب 4 اكتر من ما هو يلعب 3، ويبدل مع ياسر، ويبدل مع الجندي، وندخل كمان
معلش مش متذكر اسمه، صاحب القضيه في الاتحاد، اكيد كلكم عارفينه، مش قادر اتذكر اسمه. ده بيلعب 4 برضه، او ندخل مروان سرحان، يعني الاثنين يقدروا يلعبوا 4 ومعانا على الدكه. ويا جماعه لازم نرجع عمرو زهران عشان يدافع، لان احنا الدفاع عندنا رايح، فاحنا اكيد هنحتاج نبدل وندخل عمرو زهران. ده كده كده، ده كده كده. فده الوضع. واهم حاجه لو يا ريت يعني خلي عندنا دم، ونعمل زي ما اهلي بنغازي او اهلي طرابلس عمل اهلي بنغازي، وغير المدرب بعد التصفيات وغير احمد عمر. احنا يا ريت نغير لانوس، لانه اقسم بالله ما نفع. وشكرا ليك، واتمنى ما كنتش طولت.